السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نقدم لكم واحد الطبق ديال الحوت في الفران، كيجي غزال ولذيذ. هذا الحوت معمر بالرز، تيجي لذيذ بزاف، اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله. مقاديره بسيطه. غادي نحتاج لهذا الحوت هذا، عندي هنا واحد جوج حوتات كبار كما كتشوفوا. ضروري البنات يتحلوا من الظهر، انا راه حلهم لي هنايا من البطن ديالهم باش تعمروهم مزيان. من الافضل يكونوا محلولين من الظهر. وعندي هنايا واحد شويه ديال الربيع مقطع رقيق، شويه ديال الحمض مسير وشويه ديال الثومه، وغادي نضيف لهم معلقه ديال الكمون. راه ماما اللي كتدير هاد الوصفه هذه. واحد نص كاس ديال الحمض او 4 كاس ديال العنبه. من بعد غادي نضيفوا العطريه، غنضيف الملحه حسب الذوق، شويه ديال الخرقوم بلدي، غنزيدوا التحميره، وبطبيعه الحال اللي تيبغي الحار البنات يضيف السودانيه، لان حنا عندنا الدراري صغار ما يبغوش الحار، داكشي باش ما ضفناهاش. وغنضيفوا الزيت، شويه زيت بلديه وشويه ديال الزيت بلديه، وغنضيفوا شويه ديال الماء باش نطلقوا هاد الشرموله. وهاد الحوت البنات بطبيعه الحال خصو يكون مغسول ومسقطر من الماء. وغادي دير فيه ماما هنا واحد الفليحات بحال هكذايا، يعني حتى هما غادي ندير فيهم هاد الشرميله هادي. غادي نخلطوا هاد الشرموله هادي، وغادي نبقى نشرملو دوك الحوتات. صافي، وغنشرملو مزيان هادوك الحوتات بهاد الشرموله هادي. من بعد البنات ما شرملنا الحوتات كما كتشوفوا من الوسط ومن برا، شرملناهم مزيان. صافي، هذيك الشرموله البنات اللي شرملناها بهم خلينا واحد شي شويه كما كتشوفوا بحال هكذايا. هاد اللي بقى، هاد الشرموله اللي بقات هي اللي غادي نديروها في هذا الرز هذا. غادي نخلطوها مع الرز بطبيعه الحال مسلوق في شويه ديال الماء والملحه. وغادي نخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم، وغادي نعمروا بهم هذوك الحوتات. صافي، كما قلت لكم تنعمروا هاد الحوتات بالرز مزيان بحال هكذا. من بعد ما عمرناهم، عندي هنا واحد اللاطه دهنتها شويه بالزيت، غادي ندير فيها هذاك الحوت والرز. تبارك الله البنات، راه الحوتات كبار. صافي هكذا، وغادي نديرو داك الرز اللي بقى لنا في الجناب ديال هذا الحوت. من بعد ما سالينا البنات، ضروري غادي نغلفوهم بورق الطبخ كما كتشوفوا بحال هكذايا. غادي نغطيوهم مزيان، وغادي نغلفوهم ببابي الومنيوم. والفران راه شعلناه، غادي ندخلوا ليه هاد اللاطه هذه حتى ونقصوا عليه العافيه البنات يكون مهيل، ونخليوه يطيب داك الحوت خاطرو. صافي، ونردوا ليه البل باش ما يتحرقش هذاك الرز، ونطلقوا ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحوت بالرز اللي قدمت معكم اليوم. كيف كيجي غزال كما كتشوفوا.
زينتو هنايا بشويه ديال الرز درتو على شكل في داك المول ديال الكب كيك، زينت به الجوانب بحال هكذايا، وبالفلفله حاره وشويه ديال الطوماط والحامض. كيجي بنين ولذيذ، واكيد ان شاء الله غادي يعجبكم وينال رضاكم. كنتمنى ملي كتشاهد الفيديو ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات ديالي ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله.